وفي يوم الجمعة: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلى إلا عافيته، بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة بقى روتين يوم الجمعة، نصلي بينا على النبي وعليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة طبعا بنصلي ونقرأ قرآن لحد الولاد ما يصحوا. بصراحة النهاردة الولاد كانوا صاحيين معايا من أول ما صحيت، من أول ما فتحت عينيا وهم معايا، فصليت وقريت ما تيسر من القرآن، سورة الكهف. بس بصراحة مش كلها، الولاد كانوا حواليا، يعني بنتي شبطت فيها وعملت لها مشكلة معايا. تمام. فدخلت المطبخ، عملت لنفسي شاي، وعملت لهم هم فطار، وكمان شغلت إذاعة القرآن الكريم عشان خاطر ايه، وانا بحضر الفطار كده يكون في المطبخ. ده عيش من الشمسي، من العيش الشمسي بتاعنا، والعنب، وكمان حبة جبنة بيضة كده. انا عملت لي سندوتش بس خفيف كده، وعملت لهم هم ايه البيض، عملت لهم المرة دي بيض عيون. حبيت اغير لهم. وجوزي كان لسه نايم، فقلت بقى هم يفطروا وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعدين دخلت بقى بعد ما اكلت سندوتش الجبنة وشربت كوباية الشاي، خدت الفيتامين بتاعي عشان خاطر الحمل وكده، عشان ما انساش طبعا، على طول بخليه في المطبخ جنبي. تمام. فقلت بقى يلا بينا. ابني كل شويه يقول لي نفسي في حاجه حلوه، نفسي في حاجه حلوه، فقلت له تعالى نعمل كيكه الرواني. بس انا ما عنديش، مش يعني لو ما عندكيش لبن او ما عندكيش رايب او ما عندكيش زبادي، عملتها بعصير المانجا، طلعت حلوه قوي وهشه ولذيذه وطعمها فظيع. تمام. وجربيها مش هتندمي. بس ايه، بس ما زقتهاش بال بعصير المانجا، لا، انا حطيت في قلبها عصير المانجا. هنا خلطت كوبايه سكر، ويا ريت تقللي السكر شويه لان دي كانت غلطه من غلطاتي يعني. حطيت كوبايه من السكر، وحطيت 3 بيضات، لو عايزه تخليهم 2 خليهم. وحطيت كوبايه من المانجا، وضربتهم مع بعض في الخلاط. عايزه تضربيهم في الخلاط تمام، عايزه تضربيهم بالهاند بلندر تمام، براحتك. كوبايه الا ربع سمنه. تمام. انا هنا مخليها نص عشان خاطر السمنه لو تحس كده انها جامده شويه. تمام. وضربتهم ضربه حلوه قوي قوي، وحطيت لهم طبعا فانيليا، وحطيت لهم لو عايزه معلقه خل عشان زفرت البيض، وقلبتهم حلو. المهم يتقلبوا حلو قوي. هننخل كوبايه من الدقيق، الدقيق الفينو بتاعنا، كوبايه واحده، وبعدين هنحط عليها، بس لازم يتنخل الدقيق عشان يدي هوا وتطلع الكيكه بتاعتنا هشه. هحط بقى ورقه من البيكنج باودر، بس هشيل منها حبه صغيرين، يعني هشيل منها حوالي نص معلقه كده ولا حاجه، يعني مش الورقه كلها. تمام. واقلبهم كده مع بعض. ابني كان عايز يساعدني عشان طبعا بصور وعايز، وهو اصلا اللي طلب مني الكيكه وكده، فقلت له تعالى ساعدني ونصور انا وانت مع بعض. هنا بقى قلبت الدقيق كويس، لازم الدقيق يدوب كويس خالص عشان خاطر ما يكلكعش معايا وما يعملش حبوب صغيره كده في الكيكه. حطيت كوبايه من السميد بتاع البسبوسه، بس ده من غير سكر. انت بقى برضو حاولي، انا حاطه هنا كوبايه سكر، انت حاولي تحطي يعني 3/4 كوبايه، مش كوبايه سكر. هنا بقى حطيت حبه دقيق تاني، حسيت ان العجينه محتاجه دقيق، فحطيت حبه دقيق صغيرين، حوالي ربع كوبايه يعني او معلقتين كده، انتي بالنظر هتحسيها. بعدين بقى انا وزعتهم كده في صينيه مدوره مربعه زي ما انت عايزه، ودخليهم الفرن على درجه حراره 180 لمده، هي خدت يعني نص ساعه على حسب البوتاجاز بتاعك. بص بقى، هي طلعت من الفرن ليها ربع ساعة ولا اكتر. تمام. يعني هديت خالص، هي سخنة بس هادية، اللي هو تحطي ايديك عليها ما تلسعكيش. تمام. دي اهم حاجة في الرواني، ان انتي ما تطلعش من الفرن تسقيها على طول زي البسبوسة، لا، تستني عليها ربع ساعة تهدى، تحطي ايدك عليها، يعني انتي مستحملة السخونية بتاعتها. تمام. مش سخنة.
مستحمله السخونيه بتاعتها. بعدين بقى تشربيها بالشربات بتاعك، اللي هي كوبايه، اللي هو كوبايه ونص من السكر وكوبايه ونص من الميه وعصره ليمونه. وبعدين بقى بتشربي بيها الرواني زي ما انت عايزاها تشربيها زي البسبوسه كتير، تمام. مش عايزه تشربيها كتير وتخليها خفيفه كده، تمام. عايزه كمان تضربي كريم شانتيه من فوق كده وتدهني طبقه كريم شانتيه وبعدين طبقه من المانجا. انا كنت هعمل كده فعلا، بس للاسف ما كانش عندي كريم شانتيه. ودي في الاخر ولما قطعتها حاجه هشه وجميله وتستاهل بقكم بصراحه. واشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسونوش في اللايك للفيديو واشتراك للقناه. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.